الورد والفل والياسمين على عيونكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا الفطيرة الحلوة دي النهاردة عملتها ببواقي الغدا. اي حاجة فاضلة عندك في الغدا ممكن تحضري بيها احلى عشاء. انا النهاردة عملتها بباقي الغدا، بحبة شاورما كده فاضلين وحبة بطاطس محمرة، بس النتيجة طالعة في منتهى الجمال. وكمان عاملاها بعيش التورتيلا. بأي حاجة عندك فاضلة من الغدا ممكن تحضري بيها أحلى عشاء. بدل ما نرميها، لا، هنعمل بيها عشوة كده خفيفة ولذيذة وطعمة. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الطريقة اللي أنا عملت بيها الفطيرة بتاعتي النهاردة دي اللي بعيش التورتيلا كانت ازاي وعبارة عن ايه. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة كده خفيفة ولذيذة للعشاء. هنعملها بأي حاجة فاضلة عندنا من الغدا. احنا اتعودنا ان احنا منرميش حاجة. تعالوا كده نسمي الله ونشوف المكونات اللي معايا اللي هستخدمها النهاردة في الفطيرة بتاعتي او العشوة بتاعتي عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله كده ونشوف المكونات اللي معايا اللي هستخدمها النهارده عبارة عن ايه. انا عندي هنا طبعا كنت عاملة شاورما من كام يوم كده، وفاضل معايا حبة في التلاجة. طبعا مفيش حد عايز يقرب ليها ولا ياكلها، طب قلت والله لا، هخليهم ياكلوها وكمان هيتعاركوا عليها. جبت بقى ايه؟ جبت عندي حمرت حبة بطاطس كده، ورحت جايبة عيش التورتيلا ده. عيش التورتيلا ده من اي سوبر ماركت او من اي فرن بيتباع، الخمس ترغيفة الكبار دول ب10 جنيه. حمرت حبة بطاطس وجبت عيش التورتيلا وجبت الزيتون الحلقات والجبنة الموتزاريلا وطماطمية كده حلقات وفلفل اخضر. اي حاجة عندك بقى في التلاجة ايه طلعيها واعملي بيها العشوة الحلوة دي. طبعا انا هنا جبت الصينية بتاعتي البايركس، ورحت حاطة العيش بتاعي فردة نصه جوه ونصه بره على حرف الصينية زي ما هو واضح كده قدام حضرتك بالظبط. يعني النص بتاعه جوه والنص بتاعه بره، تمام؟ عشان انا هقفل ده كله وعايزاه يبقى زي الفطيرة كده، متقفل من بره ومن جوه. بصوا انا هنا برص ايه، حطيت يعني اخد معايا 4 ترغيفة او 5 ترغيفة. سويتهم كده زي ما انتوا شايفين، حطيت 2 كبار على الجناب وقسمت واحد بالنص على الجنب الصغير بتاع الصينية. ورحت جايبة بقى الشاورما بتاعتي دي، طلعتها من التلاجة ورحت مسخناها كده في الميكرويف، ورحت فرداها في الصينية. ورحت عاملة ايه، جايبة بطاطستين كده حلوين ورحت محمراهم وجاهزين معايا ان انا احشي بيهم اهم. حفرت طبعا الشاورما على العيش، وحفرت كمان البطاطس، واي حشوة عندك بقى متاحة. لو عايزة تعملي جبنات، لو عايزة تعمليها بسطرمة، لو عايزة تعمليها، لو عندك صدر فرخة فاضل عندك ممكن تقطعيه كده. اي حاجة هتحطيها في الفطيرة دي بتبقى تحفة بجد. عيش التورتيلا ده يعني يمكن اقولك كمان احلى من الكريب واطعم من الكريب مليون الف مرة. جربي الوصفة دي بعيش التورتيلا بجد هتعجبك قوي قوي قوي، والله العظيم هتعمليها بأي حشوة ممكن تتاكل. انا هنا طبعا جبت الشاورما حطيتها وحطيت عليها البطاطس، وكنت مقطعه طماطم كده حلقات، وعندي فلفل اخضر بقى، عندك فلفل الوان، عندك زيتون، عندك جبنه تركي، عندك بسطرمه، اي حشوه متاحه عندك. بس بجد الشاورما بالبطاطس تحفه. يعني ممكن تعملي الجبنات وتحطي عليها البطاطس تحفه. هي البطاطس عامه بتبقى في عيش التورتيلا في منتهى الجمال، وطبعا مجربينها في المطاعم بره اللي هي سندوتشات السوري، بتبقى جميلة وطعمة. انا حطيت هنا بقى الفلفل بتاع الحلقات، ممكن تحطي بقى فلفل سبايسي لو عايزة، حامي او بارد براحتك على حسب رغبتك. وحطيت الزيتون، وهجيب الجبنة الموتزاريلا هرش كده عليها ايه، هحط حبة جبنة موتزاريلا كده عشان الفطيرة بتاعتي تطلع متظبطة. وطبعا انا هخلي حبة موتزاريلا عشان احط على وش الفطيرة بتاعتي من فوق.
وهبتدي دلوقتي بقى ان انا اقفل من الجناب زي ما حضراتكم شايفين. بصوا سهلة وبسيطة جدا، طريقة مفيش اسهل ولا ابسط منها، والنتيجة بتاعتها تحفة. النتيجة بتاعتها حكاية. لو عملتيها لولادك مرة والله العظيم 3 هيطلبوها منك كل يوم. ومش شرط شاورما، ممكن تحطي جبنة تركي، بسطرمة، صدق، اي حاجة متوفرة عندك. حتى لو بطاطس كده تحمريها وتحطيها وتحطي عليها زيتون وطماطم وفلفل حلقات، بتبقى في منتهى الجمال. انا بصوا هنا انا قفلت بقى الفطيرة بتاعتي، وهجيب دلوقتي الجبنة الموتزاريلا عشان يبقى كده ايه الشكل بتاعها عاملة زي البيتزا، واحط على الوش بتاعها. عايزة تحطي زيتون حطي، عايزة تحطي حلقات طماطم حطي، عايزة فلفل حطي، اي حاجة. دي بقى التزيين ده حاجة على حسب رغبتك. انا هنا استكفيت بان انا احط حبة جبنة موتزاريلا، وكمان ايه 1 حلقات كده من الزيتون الاخضر. وطبعا ولا هشربها ولا هعمل فيها اي حاجة. هي بصي طالعة كده سايحة، هتشوفوها معايا اخر الفيديو، بجد شكلها يجوع. انا حطيت هنا حلقتين كده من الفلفل الاخضر وكام حلقة كده من الزيتون. وكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدخل بيها الفرن على الشبكة اللي في النص، على نار كده متوسطة، لمدة بالظبط مش هتاخد معاكي 10 دقايق، لان طبعا الحشوة جوه مستوية. البطاطس مستوية، الشاورما طبعا مستوية، كل حاجة مستوية. يعني مش هتاخد معاكي 10 دقايق في الفرن وهتكون جاهزة. أحلى عشاء معاكي وأحلى فطيرة معاكي. تغيير طبعا عن الجلاش، وتغيير عن الرقاق، وتغيير عن الحاجات دي. جربي عيش التورتيلا بجد هتدمنيه. انا هنا خلصت الصينيه بتاعتي، وطبعا ولعت الفرن، وهبتدي بقى ان انا ادخلها الفرن كده على الشبكه اللي في النص 10 دقايق، وبعد كده هطلعها. هتلاقي الوش بتاعها احمر. لو طبعا ما عندكيش مثلا مروحه او حاجه، لغايه ما تستوي كده من تحت، هتحسي ان هي استوت من تحت. شغلي عليها بس الشوايه من فوق هتطلع زي الفل. تعالوا بقى نشوف الجمال اهو بتاعنا. بجد 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 اوعي تفوتي الوصفة دي، جربيها وعلى ضمانتي. وبصي هتدمنيها زي ما بقولك كده. يعني انا عملتها مرة وولادي طلبوها مني والله كذا مرة. بجد طعامة عيش التورتيلا في الوصفة دي ما يتوصفش. انا هنا طبعا بقى قطعيها بقى، حطي بقى عليها كاتشب، حطي عليها مايونيز، مع كوباية بيبسي كده. احلى عشوة هتقدميها باي حاجة، واي حشوة، واي حاجة فاضلة عندك من الغدا. فعلا اتمناكم تجربوها. وصفة ممتازة، وصفة جميلة، عشوة خفيفة كده وسريعة، بجد تحفة. والله لو عملتيها مرة انا متأكدة وواثقة ان انت هتعمليها على طول. الوصفة سهلة وبسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة متعبة. جربيها وعلى ضمانتي بجد هتحبوها، وولادك هيطلبوها منك تعمليها على طول. الفيديو سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجة. بصوا الجمال بتاعها من جوه عاملة ازاي. احلى فطيرة شرقية ممكن تاكليها، احلى من البيتزا واحلى من الكريب. حاجة كده تحفة، حاجة كده بتدوب في البق. الفيديو سهل وبسيط جدا، والوصفة بسيطة جدا بس ممتازة، بس حاجة كده تحفة. اتمناكم فعلا تجربوها ومش هتندموا. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، واتمنى وصفتنا النهارده تعجبكم. وما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك الحلو بتاعكم، والاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اول باول. نتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، في وصفة كده سهلة وبسيطة. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. اتمنى لكم كل الخير والسعادة والهنا وراحة البال. اقول لكم حبايبي تصبحوا على الف خير، واتمنى منكم تجربوا الوصفة دي ما تتفوتش. هاتوا عيش تورتيلا الكيس ب10 جنيه، في 5 ترغيفة، وبأي حشوة عندك ممكن تعمليها، وهتقدمي بيها احلى عشوة. نتقابل الفيديو جاي على خير ان شاء الله، في وصفة كده سهلة وبسيطة. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم.